السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنبدأ مع بعض أول يوم في تربية الفراخ البيضاء. نشوف مع بعض الفراخيات. أنا بقى ملحقتش أصور الحاجة اللي أنا حطيتها لهم، التحصينة اللي أنا حطيتها لهم، بس أنا هقول لكم عليها، ومن بكرة إن شاء الله هنبتدي نحطها مع بعضين. أنا جبت لهم بشرت لهم بصلاية صغيرة مع فص توم مع معلقة عسل صغيرة مع نص معلقة كركم ونص معلقة كمون حصى مفروم مع كزبرة ناشفة ونص معلقة خل، وقلبتهم مع بعض، وجيت حطيتهم على العلف وضربتهم ودعكتهم على العلف حلو، حبة علف يعني مش كتير اوي على قدهم، وحطيتها لهم لمدة 3 ساعات. اكتر من 3 ساعات لا، عشان ما الخلطة دي مش تضرهم. هما ما شاء الله كلوا منها، بس لسه طبعا النهارده اول يوم احط لهم منها، فطبعا ايه لسه مستغربينها. انما بعد كده اما يعرفوها باستمرار هيتعودوا عليها، اول ما يشموا ريحتها هيجروا عليها. فدلوقتي ال3 ساعات عدوا، وانا هشيل لهم الخلطة دي بقى، هحطها لاي طيور تانية عندي، واحط لهم علف بس، عشان ما ينفعش اسيبها لهم اكتر من 3 ساعات. فهشيلها كده واجيلكوا تاني. طبعا هي الفراخ ديت وصلت لي امبارح، فاستقبلتهم طبعا على ميه بعسل وسبتهم شوية، طبعا لما شربوا حوالي 8 ساعات كده، وبعد كده ابتديت بقى احط لهم مضاد حيوي في الميه. فاحنا بنحط لهم الميه دي بنغيرها لهم 3 مرات في اليوم، مره نحط مضاد حيوي، مره نحط فيتامينات، ومره نحط املاح معدنيه. طبعا احنا مش بنحط كله على بعض، ولا نحط سقايه فيها مضاد حيوي وسقايه فيها فيتامينات، لا، هي سقايه واحده بس. نحط لهم مره كده ومره كده، لغايه لما بيجمدوا معانا كده وبيبتدوا ايه ان هم يعرفوا الاكل وياكلوا. وطبعا التدفئة طبعا انتوا عارفين، لو جم اتلموا كلهم في مكان واحد لا دول بيبقوا سقعانين، لا احنا مش بنعمله. فلما بيبتدوا بقى ان هم يبقوا حلوين معانا كده وبيجروا وبياكلوا كده، يبقى هم دافيين وحلوين. طبعا انا بغطي عليهم لما بخلصهم، بس انا حبيت اعرفكم ونمشي مع بعض يوم بيوم كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ومع حضراتكم باذن الله. وان شاء الله كده ده اول فيديو طبعا ليا في موضوع الفراخ دوت، ممكن اكون مش عارفه اشرح لكم كويس، بس ان شاء الله يعني ايه حبه حبه مع بعضنا كده ايه هنبقى كويسين باذن الله، وافهمكم اكتر. سلام عليكم.